كل التحية للكاتب. أعزائي المشاهدين، ونعاود لقائنا في برنامجنا منار الثقافة، ومن خلال الاحتفالية التي أقامتها أكاديمية الزهراء بنلتقي مع الشاعر عز الدين خلاف. أهلا بك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. الشاعر عز الدين خلاف، بنتكلم على العنف الأسري وتربية النشء، وحصل الكثير من الكلمات على المنصة. حضرتك لما ألقيت الشعر بتاعك لخصت كل ما قيل في هذا القصيدة الجميلة. اشرح لنا ايه الفكرة بتاعتها. هي الحقيقه استاذ محمود، الفكره تتلخص في انه بتبقى حاله الشاعر بينفعل بيها، مؤمن بيها، لها اهدافها، فبيكتب. طبعا الطفوله وحقوق الطفل كتيره جدا، عددها لا يحصى. فاحنا يعني لو حطينا كشاف لاهم هذه الحقوق، وفي الاخر بتصب في حاله واحده بس: ازاي نطلع طفل سوي يقدر يخدم وطنه ويخدم نفسه، ويبقى شيء ابوه وامه قبل اي حد يفتخروا بيه. فعلا. يعني احنا بنتكلم دلوقتي بنقول الثقافة هي اللغة الناعمة، واصبح العلم يعني يعتبر، يعني اصبح العلم والثقافة الاتنين مكملين لبعضهم. ما قالوا معالي الاستاذ الدكتور عن تربية النشء، وكل السادة الحضور ومداخلاتهم كانت بتتكلم عن تربية النشء. الشعر لخص للكلام ده كله. هو قيمة الشعر، يعني اقدر اقول لحضرتك انه الشعر فن من الفنون اللي هي بتنقي الوجدان. بمعنى مثلا نقول كان ليها رباعية او يمكن سداسية قلت فيها قيمة، يعني بأعلي فيها قيمة الشعر، جلال الشعر. بقول إذا ما الشعر هم إلى الطوافي على مهل توضأت القوافي، الله. وأذن في ربى الإبداع صوت سماوي تعلق بالشغاف، إلى أن صار تسبيحا تجلى بمحراب القصيدة لا يجافي، به أجمل ببيت تلو بيت يرتل في انضباط واصطفاف. الله عليك، يعني خاتمة جميلة جدا نختم بيها لقائنا، ونوجه الشكر للشاعر الكبير عز الدين خلاف، وإن شاء الله تجمعنا أمسيات وندوات قادمة نستمتع بها بشعرك الجميل. كل الشكر لي. شكرا سيدنا. أن أستثمر هذه الطاقات وليه أنا قلت طاقات